واش عمرك تخيلتي المغرب بلا ما يحتاج للغاز او لا الفحم من برا؟ واش في راسك بلي حنا دابا كنرسموا خريطه جديده للقوى في شمال افريقيا؟ اليوم المغرب ما بقاش غير كيحلم، وانما بدا فعليا في بناء طريق سيار من نوع خاص، ماشي ديال الطوموبيلات ولكن ديال الضوء. هذا المشروع اللي اعلن عليه المكتب الوطني للكهرباء والماء الشروب هو الطريق السيار الكهربائي. ملي كنقولوا 3000 ميجاوات، غادي دوز من بوجدور حتى لتنسيفتو مديونه على مسافة اللي كتوصل 2000 كيلومتر. راه كنهضروا على ثروة حقيقية. علاش هذا المشروع بالضبط هو العمود الفقري للمغرب ديال غدا؟ اولا من الناحية القانونية والإدارية، هذه ترجمة حقيقية للميثاق الجديد للاستثمار. حنا عندنا كنز في الأقاليم الجنوبية، الشمس والريح ما كتساليش، ولكن المشكل كان هو كيفاش نوصلوا هذه الطاقة للمصانع اللي كاينه بطبيعه الحال في جرف الاصفار وفي طنجه والدار البيضاء. هذا الطريق السيار هو الحل اللي غيفك العزله الطاقيه نهائيا. ولكن خصنا نكونوا واقعيين شي شويه. نقاط القوه واضحه: سياده طاقيه كامله وجذب استثمارات عالميه في مجال الهيدروجين الاخضر. المغرب دابا كيوجد ل 2030، والجمهور اللي غيجي للمونديال خاصو يلقى بلاد خدامه بطاقه نظيفه 100%. في المقابل كاينين تحديات خاصنا نردوا ليها البال ونقويوها. التمويل والجدولة الزمنية هما الأساس. هذه المشاريع كتحتاج ميزانية ضخمة، وهنا فين كيبان الذكاء المغربي في استعمال الشراكة بين القطاع العام والخاص اللي كينظمها بطبيعة الحال القانون 86/12. هذا القانون هو اللي غيسمح لشركات عالمية باش تدخل بشراكة مع الدولة، باش نضمنوا الجودة والسرعة في التنفيذ بلا ما نتقلوا كاهل الميزانية ديال الدولة بوحدها. وزيد عليها التكنولوجيا المستعملة. هذه التقنية ديال التيار المستمر عالي الجهد هي الجريمة ديال الهندسة الكهربائية دابا. كتقلل الضياع ديال الضوء لأقل نسبة ممكنة. يعني الضوء اللي كيخرج من بوجدور كيوصل لمراكش والدار البيضاء بنفس القوة تقريبا. إداريا الدولة بدات فعليا في الدراسات الطبوغرافية، وهذا كيعني أن الوعاء العقاري والمساطير القانونية ديال نزع الملكية من أجل المنفعة العامة غادية تكون مضبوطة وشفافة باش المشروع ما يلقى حتى شي عائق قانوني في المستقبل. هذا الطريق السيار الكهربائي غادي يخلينا نصدروا الفائض لاوروبا عبر الرابط القاري، وغيخلي الثمن ديال الدول للمواطن والمقاولات المغربيه اكثر استقرارا وتنافسيه في المستقبل. حنا دابا قدام ورش ملكي كبير كيجمع بين هبه القانون وقوه الهندسه وطموح الشعب كيبني مستقبله بيديه. وفي الختام، واش كيبان لكم بلي هذا الطريق السيار الكهربائي هو المفتاح الحقيقي باش المغرب يولي عملاق طاقي في البحر الابيض المتوسط؟ وشنو هي التخوفات اللي عندكم من بحال هذه المشاريع الكبرى؟ كتبوا لنا الاراء ديالكم في التعليقات.